هو دلوقتي في عبط بيحصل. الشباب عمالة الشباب كلها عمالة تتسابق وانا قاعد مبسوط بصراحة. استنى. اه اتأخرت يا حسبوس. ضاعت علي خلاص. انا بصراحة مش عارف الفلوج ده هينزل امتى او هيتصور امتى اصلا وفين وهيتمنتج امتى ده، لان انا الفترة دي فترة امتحانات ورمضان، فالواحد وقته ضيق جدا يعني. بس قلت ايه، خليني مكسرش التحدي اللي عملته مع نفسي، وهو موضوع ان كل يوم سبت فيديو ان شاء الله. فبما اني الفترة دي فترة امتحانات، فقلت ليه ما اتكلمش عن المذاكرة عامة، وازاي في الساعة أو الساعتين اللي أنت قاعد بتذاكرهم تطلع بأكبر استفادة ممكنة، بالذات إن إحنا في رمضان. فهو الساعة أو الساعتين تلاتة اللي أنت قاعد بتذاكرهم مش هتلاقيهم تاني عامة، مش هتلاقي لهم بديل في اليوم تاني. فأول حاجة ممكن نبدأ كلامنا بيها وهي التركيز. وفي ظل انتشار المحتوى السريع والفيديوز بقى بتاع التيك توكس والريلز والشورتس والكلام ده كله، الواحد الاتنشن سبان بتاعته بقت قليله. والاتنشن سبان هي الفتره تقدر تقعد فيها مركز على حاجه معينه من غير ما تتشتت. فالواحد وهو في الاجازه مثلا لما جه كان قاعد بيتفرج على شورتس ويتفرج على مش عارف ايه ويتفرج على مش عارف ايه، الواحد بدا يحسها ان هو ما بقاش عارف يشوف محتوى طويل عامه، بقى بيواجه صعوبة في حاجة زي كده. بقيت بقسم مثلا الحلقة على كذا مش عارف ايه. ولما خدت بالي من حاجة زي كده، الواحد بدأ يقلل شورتس، يقلل كل الكلام ده، يحاول يركز اكتر على المحتوى الطويل والقرايه عامه، لان القرايه من اكتر الحاجات اللي بتعلي الشورت سبان. طب انا ليه عملت كده؟ عملت كده علشان التركيز هو عضله زي اي عضله في الجسم. انت مثلا عايز تكبر الباي يا عم، روح الجيم العب باي كل يوم مثلا لمده مش عارف قد ايه، الباي بتاعتك هتكبر عادي. فالتركيز نفس الكلام، عايز تعلي التركيز بتاعك، حاول كل يوم تمرن نفسك ان انت تعمل تاسك او تعمل حاجه معينه لمده معينه، ما تقومش، وتحاول على قد ما تقدر تبقى مركز في الحاجه اللي انت بتعملها دي. واللي هيساعدك ان انت كل يوم تركز على تاسك معينه او حاجه معينه وما تتشتتش، هو ان انت اصلا تشيل المشتتات من حواليك. الموبايل ما يبقاش معاك في اوضه. انت لو قاعد في سكن زي حالاتي، فتبقى قايل لاصحابك ان انت والله انا داخل شويه دول اذاكرهم، انا مش عايز حد يجي يقعد يقاطعني كل شويه. تمام. والطريقه دي بتنفع عامه. انا ببقى قاعد بذاكر، او كل شويه حد يخش بقول لك احنا هنطلب اكل نطلب لك، بقول لك احنا هنعمل مش عارف ايه نعمل لك، بقول لك ايه ما تيجي تقعد معايا. فلا، انت لو سبت نفسك لكل ده فعلا مش هتعرف تنجز حاجه ومش هتعرف تركز في اي حاجه يعني. وكنت قريت قبل كده ان في دراسه في جامعه كاليفورنيا بتقول ان الواحد لو قاعد مركز على حاجه ووصل يعني للماكسيمم كونسنتريشن في الحاجه اللي هو بيعملها، وجي مشتت شتته واتيفر بقى، كانت مسج مثلا جات لك فاتسحلت فيها دقيقتين تلاتة، حد ندهك فاتسحلت معاه شويه والكلام ده كله، لما ترجع تذاكر تاني او تركز على التاسك اللي انت كنت بتعمله، هتاخد 23 دقيقه علشان تعرف توصل لمستوى التركيز اللي انت كنت فيه قبل ما تتشتت. بس فاللي عاوز اقوله من حاجه زي كده، ان اول حاجه في خطوه ان انت تقعد تنتج فعلا او تستغل الوقت اللي انت قاعد بتذاكره او بتعمل فيه حاجه مفيده، هي ان انت تركز على الحاجه دي. زي ما قلنا ان التركيز عضله، فحاول تمرنها زي ما انت بتحاول تمرن اي عضله تانية في جسمك انت محتاجها تكبر او محتاجها تقوى عامه. وطبعا تحاول على قد ما تقدر تقلل تماما المشتتات اللي حواليك. وبس كده يعني. ده كان كل الكلام في موضوع التركيز. خلينا دلوقتي نقعد احنا بقى نركز على المحاضرة قبل ما المغرب يأذن، عشان الوقت ضيق أوي بصراحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين مش عارف نسوا الصوت هيبقى الله. باين ولا لأ، لأن أنا بصراحة نسيت أجيب المايك تاني. دي تقريبا تاني مرة أبقى خارج بره وعارف إن أنا هصور وأنسى أجيب حاجتي برضه، فالحمد لله. المهم هنصور برضه. كنت حابب أتكلم عن تاني بوينت، او هي ليها علاقه باول بوينت بصراحه شويه، بس خلينا نحطها في بوينت لوحدها، وهي تاثير ذاكر الريتم. كده كده هبقى احط اسم الموضوع ده على الشاشه يعني، عشان ما اعرفش انا طلعت صح ولا غلط بصراحه. المهم يعني ان في التاثير ده بيقول لك ان عقل الانسان دايما بيميل ان هو يدلت الحاجات المكتمله او التاسكس او المهام المكتمله، ودايما يفكرك او دايما يحتفظ بالمهام اللي مش مكتمله. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو يوم مثلا عملت 9 او 10 انجازات
رهيبه. بس في واحد انت ما انجزتوش، ممكن الواحد اللي انت ما انجزتوش ده يأثر معاك جامد في نفسيتك، وتبقى شايف ان انت لا انت ازاي ما خلصتش ده، وان اليوم كان هيبقى بيرفكت لو انت بس خلصت التاسك الاخير ده. مع ان خالص انت لو جيت بصيت على الصورة من بره هتلاقي ان انت انجزت شوية حلوين قوي طول اليوم. فانت ما عندكش يعني ايه، ما عندكش سبب يخليك متضايق. دي واحدة نعدي الشارع بس عشان ما نتدس. والحقيقة ان حاجة زي كده لو انت فكرت فيها كويس وحاولت تقرا فيها اكتر هتلاقي انها بتفتح مخك على حاجات تانية خالص. يعني زي مثلا ان انت لو انت في تاسك معين انت ما انجزتوش، زي مثلا ان مكالمة شغل مثلا انت عارف ان انت هتتصل في المكالمة دي تتخانق مع حد مثلا، او ان انتوا تقعدوا تصفوا خناقة او تصفوا جدال او تقفلوا ديل whatever يعني. انت صاحي الصبح عندك مليون حاجة تعملها وانت لسه ما خلصتش ايه الموضوع ده. فانت هتفضل طول اليوم شاغل بالك او بتفكر في ان انت امتى هتعمل التاسك ده، او ان انت هتعمل التاسك ده ازاي. وده هيأثر بشكل ما على بقية التاسكات اللي انت عايز تعملها او اللي انت هتعملها عامة في بقية اليوم، وبالتالي مش هتبقى مركز كويس في بقية التاسكات. لو انت فكرت في الكلام من الطريقة دي هتلاقي ان انت كل يوم الصبح المفروض تصحى تشوف ايه اكتر حاجة شغلاك، او ايه اكتر حاجة انت محتاج تعملها النهاردة، او كنت المفروض تعملها امبارح يعني فما عملتهاش فالمفروض تعملها النهاردة، وتخلص الحاجة دي أول ما تصحى أو في أول ما تبدأ شغل أو في أول ما تبدأ تركز على حاجة معينة علشان تصفي ذهنك لبقية الحاجات. ولو فكرت فيها من ناحية إن مخ الإنسان ما بينساش التاسكات اللي مش مكتملة وبينسى المكتملة، فده معناه ان انا زي ما قلت في البدايه ان لو انت عندك مثلا يوم فيه 10 تاسكات وانت خلصت 9 بس ففاضل لك واحده فانت هتقعد متضايق. الكلام ده معناه ان انا ادون التاسكات بتاعتي في اليوم، بحيث ان انا اخر اليوم لو انتابني شعور ان انا متضايق مثلا او ان انا ما انجزتش او فابص على على الحاجات اللي انا كاتبها دي واعرف ان انا الحمد لله انا اليوم ده ماشي كويس. فدي طريقه تفكير مثلا ممكن تفكر فيها في الكلام يعني. موضوع الفلوجينج في الشارع ده طلع صعب قوي بجد، يعني الواحد انا ايدي ماتت دلوقتي. وغير كده اما حد يعدي ويبص لك بصات غريبه كده الواحد بيحس ان هو بيتوتر شويه وهو بيتكلم. بس اتس اوكي يعني. لا هنصور في اي حته وقدام اي حد عادي مفيش مشاكل يعني. والله العظيم كوباية النسكافيه اللي بعد الفطار دي بتبقى حوار. المهم خلينا نكمل كلامنا. كان فاضل نقطتين بسيطتين جدا يعني ان شاء الله. وهما اول حاجة ان انت لو شخص زيي، انا شخص اوفر ثينكر شوية و... واكتر حاجة بتؤرقني او ما بتخلينيش انام الليل بجد هو موضوع التفكير في المستقبل وان انا هعمل ايه لما اتخرج، وهل الحاجات اللي انت بتعملها دلوقتي دي هي فعلا حاجات هتفرق معاك في مستقبلك، ولا هي حاجات انت بتعملها عشان تحسس نفسك ان انت بتعمل حاجة. تمام. حتى انا كنت اتكلمت عن حاجة زي كده، او لسه هتكلم عن حاجة زي كده في الفيديو الجاي يعني من انت ماتيريال عشان لسه منزلتوش. وهو ان هل فعلا زي ما كنت بقول انت الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي سواء شغل، دراسة، سواء يوتيوب مثلا، سواء وتفرق اي حاجة انت بتعملها في حياتك، هل هي حاجة فعلا هتنفعك وهتطلعك لقدام، ولا هي حاجة انت بتعملها علشان تحسس نفسك ان انت بتعمل حاجة وان انت بتنجز والكلام ده كله. والتفكير ده لما بيجيلي وانا بذاكر مثلا او وانا قاعد بنجز حاجة المفروض انجزها فعلا ما بعرفش اكمل، بركن كل حاجة مثلا، وممكن اجيب ورقة وقلم واقعد بقى اعيد حساباتي تاني وافكر واعمل وامشي كل حاجة مش عارف ايه والكلام ده كله. ف... فانا عانيت من حاجة زي كده بجد لفترة كبيرة قوي. واللي ريحني بعد كده او الطريقة اللي انا اكتشفت انها بتنفع معايا هي ان انا اخصص وقت من يومي اقلق فيه براحتي. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن تلت ساعة مثلا قبل ما تنام ولا حاجة تظبط التايمر بتاع الموبايل كده، انت خلاص انا دوست الزرار بتاع ستارت من هنا. ابدأ بقى يا باشا ايه، فكر ورقة وقلم واحسب حساباتك واقعد فاهم بوظ الدنيا عادي في التلت ساعة دول. بعد التلت ساعة دول خلاص، قبل التلت ساعة دول خلاص برضو متفكرش في حاجة، سواء بقى انت قاعد بتذاكر، قاعد بتخلص تاسك، قاعد بتخلص مش عارف ايه، قاعد بتعمل مش عارف ايه، جه في بالك والله الأسئلة بتاعت الساعة 12 بالليل دي، وهي أسئلة 12 بالليل مش في نص اليوم. هو انا ماشي صح وانا مش عارف ايه، لا فرمل ساعتها بقول لك ايه، الأسئلة دي مش وقتها،
انت عندك تلت ساعه بالليل، اقعد اعمل فيها اللي انت عايزه. حاجه زي كده بجد بجد ريحتني قوي. ولو انت شخص اوفر ثينكر فجرب حاجه زي كده، جرب حاجه زي كده وارجع قول لي ايه الدنيا ونتيجتها كانت عامله ازاي، وهل فادتك ولا لا اصلا. والنقطه الاخيره هي حاجه ليها علاقه بالمذاكره، وهي الاكتيف ريكول او الاستذكار النشط. ودي بتتم بطريقتين اتنين. اول حاجه ان انت بعد ما تخلص مذاكره محاضره مثلا او درس او وات ايفر بقى الحاجه اللي انت بتذاكرها، سواء كانت برضو زي ما قلنا من شويه، سواء كانت لغه برمجه، سواء كانت مش عارف ايه، زي ما علينا اي حاجه انت بتتعلمها عامه. الاكتيف ريكول ده مهم جدا، لان هو بيكون خلايا عصبيه في دماغك، فلما تعوز تفتكر المعلومه او تعوز تستدعي المعلومه بتبقى اسرع بكتير، وبتفتكرها وقت ما انت عايزها فعلا. ودي بتتم زي ما قلت بطريقتين اتنين. اول حاجه هي ان انت بعد ما تخلص الحاجه اللي انت بتذاكرها او بتدرسها او بتتعلمها، تجيب ورقه وقلم وتقعد حرفيا تسمع كل حاجه انت ذاكرتها، من غير ما تبص في المحاضره، من غير ما تبص في اي حاجه. اقعد الورقه والقلم دي سمع كل حاجه، وما تحاولش تعملها مره واحده، حاول تعملها مرتين ثلاثه على الاقل، لان حاجه زي كده فعلا هتفرق معاك في استدعاء المعلومه قدام. لما تعوز تفتكر حاجه او كده بجد دي طريقه فعاله جدا، وبتكون خلايا عصبيه في دماغك للحاجه اللي انت ذاكرتها دي. فلما تستدعيها ان شاء الله الموضوع يبقى بسيط يعني او سريع. وتاني حاجه هي الفلاش كاردز، او الاسئله اللي بتلم المحاضره كلها. وانت قاعد بتذاكر كده مثلا، حاول كل جمله او كل فقره او كل جزء او كل whatever اي حاجه من اللي انت بتذاكرها تحطها تحت سؤال، وتكتب السؤال ده. تمام. وبعد كده بعد ما تخلص خالص، تمام، كمراجعه للي انت ذاكرته، اقعد جاوب على الاسئله دي من غير ما تبص على الاجابات، وبعد كده اتاكد من الاجابات. وهكذا في ابلكيشنز الحقيقه بتسهل الموضوع ده، زي كويزلت مثلا. بتخش فيه بتكتب السؤال اللي انت عامله من المحاضره، وتقعد فاهم تجيب المحاضره تلخصها لاسئله او تحولها لاسئله، تمام، وتكتبها على كويزلت يعني. وانت بتعدي بتدوس على بيجي لك السؤال، بتجاوبه في دماغك خلاص او بورقه وقلم مثلا، بتدوس عليه بيبين لك الاجابه. تمام. ولو حليته بتوديه يمين، ولو حليته غلط او بتاع بتوديه شمال. وبعد ما بتخلص خالص في الاخر بيجيب لك الاسئله اللي انت وديتها شمال بتراجعها تاني، او اللي انت حليتها غلط يعني بتراجعها تاني او بتحلها تاني يعني. وفي ابلكيشنز دلوقتي بتعمل الموضوع ده بالاي اي، وانا ما جربتهاش بصراحه، بس اللي انا اعرفه عنها يعني انها بتسهل عليك موضوع الاسئله ده بشكل كبير، بس يعني ما بتبقاش دقيقه قوي، فبتحتاج ان انت تقعد تراجع تاني. اللي هو مثلا محاضره ممكن يعمل لك عليها 200 سؤال، والمحاضره اصلا ما تستوعبش ال 200 سؤال دول، فهتلاقي في حاجات كتير متكرره، حاجات سائل فيها بطريقه تانية، فمحتاج ان انت تقعد تبص عليها تاني يعني، بس هيوفر عليك وقت برضه. فخلينا سريعا كده نراجع كل اللي قلناه في الفيديو عن ازاي المفتاح ان انت ازاي تطور عقلك، او ازاي تنجز في اي حاجه انت قاعد بتعملها او اي مهمه انت قاعد بتعملها. فاول حاجه اتكلمنا عليها كانت التركيز، وان انت تحاول على قد ما تقدر تبعد عنك اي مشتتات وانت بتذاكر. وقلنا ان التركيز ده عباره عن عضله زيها زي اي عضله في جسمك، لازم تحاول تمرنها علشان تبقى اقوى واحسن. وتاني حاجه اتكلمنا عن تاثير زيجارنيك او زيجارنيك افكت، وقلنا فيه ان العقل دايما بيفكر في الحاجة اللي ما اكتملتش او ما خلصتش، وان هو بينسى او بيتناسى الحاجات اللي خلصت اوريدي. ف ونصحتك ساعتها ان انت تحاول تقرا في الموضوع ده اكتر، لانه فعلا 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 يعني موضوع كبير، والموضوع ممكن تفهمه بكذا شكل مختلف، وعلى حسب طريقة فهمك هتستنتج استنتاج تاني. وبعد كده اتكلمنا عن ان انت تخصص وقت للقلق والاوفر ثينكينج وكل حاجة عامة. واخر حاجة هي الاكتيف ريكول او الاستذكار النشط. وبس كده كده تكون كل حاجة للنهاردة يعني. وهو ما كانش فلوج، ما كانش فيديو تدوين يومي، كان مشاركة لبعض الخواطر يعني، فأتمنى تكون استفدت بيها. وبس. وكالعادة مش لازم كل يوم يبقى يوم مثالي، بس لازم كل يوم تحاول. واشوفكم الفيديو الجاي. في دبانة دخلت في قلب النسكافيه يعني، الحمد لله. طبعا اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم من اعصابي يعني، بس انا حبيت اطلعه معانا في الفيديو بصراحة. طلعنا بنجري في الشارع بتاع مديرية الامن، والظابط جه يكلمنا وبتاع، الحمد لله بس عدت على خير يعني، الحمد لله.